بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبالك معايا اكتر من 15 فكره او صنف جديد للسجق. هنعمل النهارده السجق بطريقه مختلفه جدا وباقل الامكانيات. هتعملي احلى الوصفات. تعالى اقولك على افكار جديده ومختلفه ومتنوعه. الكبار والصغيرين هيحبوها. تقدري تعملي منها وجبه كامله متكامله من السجق. كمان تقدري تعملي منها اصناف الولاد بيحبوها الايام ديت. فتعالي نبدا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وحطي اللايك بتاعك. ولو عندك سجق من هنا ورايح مش هتكوني محتاره وتعمليه بنفس الطريقه اللي بتعمليه كل مره. لا، النهارده هخليكي تنوعي وتبتكري فيه وتطلعي احلى الوصفات وتبهريهم كمان. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وحطي اللايك بتاعك. ولو انتي اول مره تتفرجي على هبه متنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. ما تنسينيش بقى بكومنت حلو علشان خاطر الكومنت بتاعك بيرفع الفيديو ويوصل لكل الناس. حتى لو بقلب صغير كده انا هفرح جدا بالكومنت بتاعك. حضرت بقى معايا حله والنهارده هنعمل بقى وصفه خطيره. تنفع في الغدا، تنفع كمان في النوادي، تنفع لو انت عندك مصيف. الله على الجمال. حطيت معلقتين كبار من الزيت ونزلت بالسجق المتقطع شوحته شويه. وهنزل كده ببصلايه. وكمان هسيبها بقى تدبل شويه على النار وهنزل بقرن فلفل رومي زي ما شفتيني كده وانا بقطعه في البدايه. طبعا تقدري تحطي فلفل حراق لو انت حابه. هنزل بمعلقه كده من هريسه الفلفل الاحمر ودي مش حراقه. لو انت حباها حراقه براحتك. لو عندك فلفل ميكس الوان مفيش مشاكل، هيعلي التست ويخلي برضو الشكل في النهايه حلو والطعم جميل. معايا كيس مكرونه واستخدمي هنا اي مكرونه انت تحبيها ما عدا طبعا المكرونه اللي هي اسباجيتي. انا استخدمت مكرونه اللي هي الفرن. هستخدم بقى معايا كوبايه كبيره من صلصه الطماطم الفريش ضربها في الخلاط ومصفياها كويس. يعني حوالي 3 4 حبات من الطماطم ضربتهم في الشفشه. بعد كده حطيت معلقه كبيره من صلصه الطماطم المعلبه. ونزلت ب3 كوبايات من الميه المغليه. وهحط ملح وفلفل اسود وشويه من بهارات اللحمه. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا وهركنه بقى على جنب. بس طبعا هحطه على يعني هشغل النار مش هطفي النار. هسيب النار كده شغاله. هحضر معايا حله كمان واحط فيها معلقه كبيره من السمنه. معلقه كبيره يعني اللي هي معلقه الغرف مش معلقه الاكل. واحط زيها دقيق يعني بمعدل 3 معالق و3 معالق دقيق. هنزل بقى معايا كده باللتر من الحليب. بعد ما اشم ريحه الدقيق مع السمنه كويس جدا. انا هنا هعمل بشاميل. بس البشاميل اللي انا عايزاه بشاميل كريمي. بعد ما نزلت بكميه الدقيق كلها حطيت ملح وفلفل اسود وسنه بسيطه كده من الشطه. بتعلي التست وبتخلي الموضوع حلو قوي. هبص على المكرونه هلاقيها بدات اللي هي تدخل في السوا بالشكل دوت كده. بنسبه مثلا ممكن نقول نص سوا او مش سوا كامل يعني. حتى لسه فيها صوص اهو زي ما انت شايفه. الصلصه بتاعتها موجوده. حطيتها في قلب الطاجن وهدخلها بقى الفرن بعد ما احط عليها صوص البشاميل الكريمي اللي انت شايفاه دوت كده. انا عايزاه خفيف علشان خاطر يسوي معايا المكرونه. حطيت على وشها شويه جبنه موتزاريلا ودخلتها الفرن. وشغلت النار من تحت. بعد كده لو احتاجت اللي انا اشغل الشوايه هشغلها. ما احتاجتش يبقى خلاص استكفى بالتحمير بتاع الفرن بس. وكده بقى عملنا مكرونه طعمها حلو جدا سهله ولذيذه وخطيره. بالسجق يا جماعه بتبقى طعمها حلو قوي. جربيها وادعيلي. طبعا المكرونه دي ملهاش علاقه بالمكرونه البشاميل خالص. دي طعم والمكرونه البشاميل طعم تاني تماما. تعالي ندخل على الوصفه رقم 2. ووصفه رقم 2 برضو هنستخدم فيها السجق. النهارده وصفه السجق معتمده معانا او السجق معتمد معانا في كل الوصفات. حضرت بقى معايا كميه حلوه كده من البطاطس. والبطاطس هنا على حسب بقى العدد اللي هو هياكل كمية السجق يعني او الاكلة. نقدر نشتغل من اول 200 جرام في السجق لحد كيلو سجق او الكمية اللي تناسبك. انا طبعا على حسب عدد الافراد اللي هياكلوا. حضرت كده معايا حوالي كيلو من البطاطس غسلته قشرته وغسلته كويس جدا. وبعد كده قطعته بقى مكعبات زي ما انت شايفة كده. هحضر معايا كمان بصلاية. البصلايه هقطعها بطريقه عشوائيه خالص. تقدري تحطيها في الكبه لو انت حابه او تعملي زي ما انا عملت كده.
وطبعا محضره بقى معايا طماطم ومعايا كمان فلفل. تقدري كمان في الكومنتات تحت تضيفي اي اكله من الاكلات اللي انت بتعمليها بالسجق لو ما لقيتهاش موجوده معانا في الفيديو النهارده. تقدري تزودي لنا معلومات لو انت حابه، عشان كلنا بنساعد بعض، كلنا بنفكر بعض بافكار كده تكون سهله علينا، والجو حر والكلام دوت، فمش عايزين نقف نفرط في المطبخ كتير. الاكله دي تنفع كمان في النوادي، اسفه في المصايف، برضو اكله لذيذه كده ما بتاخدش وقت خالص. نزلت بمعلقتين زيت، شوحت السجق كويس جدا. بعد ما شوحته شلته من الطاسه، بس لقيت كميه الدهون كتيره فاخدت نصها واستغنيت عنها. نزلت بالبصلايه وهسيبها تدبل شويه. وهنا في شفشق الخلاط هبدا ان انا احط الطماطم عشان اضربها في شفشق الخلاط. حطيت معاها شويه ميه، هضرب الكميه كلها كويس جدا وطبعا هصفيها. كده خلاص الطماطم خلصت معايا. تعالي بقى نروح كده على ناحيه البصلايه. نزلت بمكعب توم بمعدل 3 فصوص كده من التوم، دقيهم او قطعيهم صغير جدا على حسب المتوفر عندك. لو مفروم حطيه على طول، لو مش مفروم ومش عايزه تفرميه قطعيه صغير. بعد كده بعد ما التومه بدات ريحتها تطلع نزلت بالفلفل، وهنا انا استخدمت فلفل رومي، تقدري تحطي فلفل حراق لو انت حابه. بعد كده هنزل بقى بكميه البطاطس كلها واديها تقليبه على النار بالشكل دوت كده. هنزل بقى بالطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط بس كنت صفيتها. هحط ملح وفلفل اسود، واحط معلقه من صلصه الطماطم المعلبه، واحط كمان نص معلقه صغيره من السبع بهارات، او استخدمي اي بهار انت حباه. انا هنا استخدمت صلصه طماطم علشان خاطر لون الطماطم اللي انا استخدمتها لونها فاتح شويه. وهزود بقى معايا كده حوالي نص كوبايه من الميه، وهسيب الكلام ده كله يغلي مع بعضه. اول ما يبدا يغلي هتلاقي الطماطم بدا لونها يبقى حلو كده والبطاطس دخلت في السوا. انزلي بكميه السجق اللي احنا مشوحينها في اي صينيه موجوده عندك، او حتى ما فيش صينيه مش شرط ندخلها الفرن، يعني مرحله الفرن دي اختياريه، احنا كده كده مسويينها سوا كامل على النار. فعشان كده بقولك الاكله دي تنفع في المصيف، تبقى خطيره. جنبيها شويه مكرونه، او تتاكل بالعيش، او حتى تتعمل سندوتشات. تعملي جنبيها رز بالشعريه براحتك خالص. انا دخلتها تحت الشوايه، اخدت اللون الحلو اللي انت شايفاه دوت كده، وبقى معايا صينيه بطاطس بالسجق طعمها خطير. جربيها وانا واثقه انها تعجبك. طبعا زي ما قلتلك من البدايه تنفع من اول 200 جرام من السجق، 200 جرام، ربع كيلو، 300 جرام، نص كيلو، براحتك خالص. شويه رز بالشعريه او رز ابيض اللي تحبيه. تعالي ندخل على الوصفة اللي بعد كده. الوصفة اللي بعد كده حلوة جدا وبرضو سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص، وتقدري تفرزيها في الفريزر وتطلعيها على طول عند الاستخدام، وبرضو تنفع في المصايف. معايا طماطم، حبايه واحدة من الطماطم، معايا بصلاية، معايا قرن فلفل ممكن نستبدله برومي او حراق المتوفر، ومعايا كمية كده من السجق. اول حاجه بقى طبعا هبشر البصله، بس هبشرها في الناحيه اللي هي الناعمه قوي، اللي هي بتاعه المبشره. تقدري تحطيها في الكبه لو مش حابه المبشره خالص. ليه بشرتها في الناحيه الناعمه؟ عشان مش عايزاها تبان معايا في وسط الاكله. لو كنت بشرتها في الناحيه التانية كانت هتبان كده معايا ويبان قطع البصل. انا مش عايزه كده، انا عايزه البصل ناعم خالص. في المرحله ديت بقى هبشر كمان الطماطم عشان مش محتاجه القشر بتاعها يبقى داخل الوصفه. تقدري تقطعيها تقطيع صغير لو هي جامده شويه، بس الطماطمايه اللي معايا طريه، فلما هقطعها هلاقي القشره بدات اللي هي تتشال معايا، فحاولت على قد ما اقدر ان انا ابشرها. معايا بقى قرن فلفل، هبدا ان انا اقطعه تقطيع صغير بالشكل دوت، ودوت اختياري عشان بيكون حراق شويه. معايا بقى فلفل هنا الوان احمر واصفر. حطيت كمية كده مناسبة. هحط بقى بهارات لحمة. طبعا الفلفل كان متفرز في الفريزر، لو عندك فريش برضو هيبقى تمام قوي. حطيت بهارات لحمة، حطيت ملح وفلفل اسود، وحطيت شوية من البابريكا، وحطيت شوية صغيرين من الكزبرة الناشفة.
عندي هنا بقى كمان حاطه كده في بطرمان صغير، حاطه اللهم صل على النبي جوز الطيب وكمان حبهان وورق لورا مطحونين كلهم مع بعض، فحطيت كده سنه بسيطه منهم. وكمان ما تنسيش بقى الملح، وقلبي الكلام ده كله مع بعض. بس خلي بالك الملح اللي انت هتحطيه ما تزوديش ملح، لان السجق بيكون متملح وبيكون فيه توابل كتيره. يعني حاولي على قد ما تقدري ما تحطيش كميه توابل كتيره. احنا مجرد اللي احنا عايزين نطعم بس الخضار اللي احنا حاطينه، لكن السجق اللي احنا هنفضيه دلوقتي ده متملح ومتبل وفيه كل حاجه، فمش محتاج اللي انت تحطي عليه اي حاجه. في المرحله ديت تقدري تقطعي السجق صغير، او تعملي زي ما انا عملت. انا بصراحه فضيته علشان خاطر يبقى سهل عليا ان انا افرده جوه رغيف الحواوشي. احنا هنعمل النهارده حواوشي بالسجق، بس عايزه اقولك بيكون طعمه خطير بالعيش البلدي. ومش بس كده، لا ده انا هعمل لك كمان حواوشي اسكندراني بس بطريقه مختلفه وجديده. هنا قطعت بقى الكميه كلها. اللي هيطلع من العيش ده ما بيترميش، لو حطيتي عليه شويه ميه صغيرين ودخلتيه في قلب الخلطه بتاعه الحواوشي اللي هي السجق مع الخضار مش هيبان خالص، وهتبقي كترتي الكميه بحاجات بسيطه جدا. معايا بقى جبنه موتزاريلا، وديت اختياري بس عشان خاطر نحلي الموضوع يبقى طعمه زي بتاع بره بالظبط. هنحط شويه جبنه موتزاريلا كده من فوق الوش عشان يبقى الموضوع حلو قوي. الحواوشي ده نقدر نسويه على الجريل في النار على النار من فوق، او نسويه في فرن البوتاجاز. الاتنين حلوين، بس في النهاية فرن البوتاجاز بتحطي الحواوشي جواه وتنسيه، ما بتبقيش واقفه قدامه، يعني اقصد كده. لكن على الجريل هتفضلي بقى اللي انت تقلبي يمين وتقلبي شمال، تسيبي دقيقتين على الناحيه دي ودقيقتين على الناحيه ديت، وتهدي النار شويه وتعلي النار شويه وتغطيه وهكذا، ولازم تكوني متابعاه. لكن في الفرن ممكن تسيبيه وتعملي حاجه تانية. بعد ما خلصت الكميه كلها، بسم الله ما شاء الله طلع معايا عدد ارغفه كتير، بدات بقى ان انا احط جبنه موتزاريلا جوه العيش. تقدري كمان تطعميه بالزيتون لو انت حابه. ممكن تحطي شرايح فلفل رومي تبقى متقطعه كده، او حتى شرايح طماطم اللي تحبيها يعني. خلصت الكميه كلها. حضر معايا بقى الصينيه اللي هدخلها الفرن. هحط على الورق الفويل ده ورقه زبده، وطبعا نقدر اللي احنا ندهن بقى الحواوشي بتاعنا دوت بالزيت او بالسمنه، شوفي انت بتحبي ايه واعمليه. انا الاول كنت بحط سمنه، لكن مؤخرا بدات ان انا احط زيت، بحس ان الزيت اريح شويه او اطعم شويه. لو انت حابه تحطي سمنه مفيش مشاكل خالص، اخف يعني، بحس ان الزيت اخف شويه. هرص بقى الكميه كلها زي ما انت شايفه كده، وابدا بقى ان انا ادخلها الفرن على الرف الوسطاني. ما بحطهاش على النار مباشر، بحطها على الرف الوسطاني وبكون مشغله النار من تحت. وطبعا ما بشغلش الشوايه ولا اي حاجه. انا هنا ما دهنتش الحواوشي من تحت لان دهنت الورقه اللي انا حطيت عليها، بس دهنت الحواوشي من فوق الوش بالشكل دوت كده. تقدري تستخدمي ايديكي وما تستخدميش الفرشه، مفيش مشاكل، يعني تدهني كده العيش بايديكي. بصي بقى الجبنه بعد ما ساحت من جوه، وكمان السجق استوى، والعيش كده مقرمش من بره وطعمه خطير. تقدري تعملي جنبيه بقى سلطه طماطم، سلطه طحينه، شويه شيبسي، اللي انت عايزاه. وده كان شكل السفره بالسجق. قدرنا نغير مفهومنا تماما عن السجق، لان انا عارفه اللي في ناس كتير قوي ما بتوظفش السجق غير في سجق الصلصة اللي انت هتشوفيه دلوقتي ده. لا، احنا نقدر نوظفه في كل حاجة. ده انا هبهرك دلوقتي. تعالي ندخل على الوصفة اللي بعد كده ونشوف هنعمل ايه. معايا في قلب العجان 5 كوبايات من الدقيق. وطبعا لو مفيش عجان تقدري تستخدمي ايديكي، مفيش مشاكل خالص. بس هقولك على خطوة حلوة قوي، لو انت هتعجني على ايديكي هتسهلي العجن معاكي، يعني مش هخليكي تتعبي. حطيت 5 كوبايات من الدقيق، وهحط هنا معايا معلقتين كبار من السكر. معلقه اللي انا مستخدماها دي معلقه الاكل العاديه. وهحط كيس من الخميره، هو الكيس بمعدل معلقه واحده. هحط كيس بالشكل دوت كده. لو انت عندك الخميره العبوه الكبيره حطي معلقه واحده بس. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وهنزل كده بنص معلقه من الملح. وطبعا هنا انا حطيت نص معلقه، مش رشه ملح، نص معلقه عشان تطعم لي العجينه او تطعم لي العيش.
سواء انت هتعملي حواوشي اسكندراني او هتعملي بيتزا، فلازم تبقى طعمه معاكي، ما تبقاش طعمها عاتب كده. هحط نص ربع كوبايه من الزيت، وهاخد الكلام ده كله اديله لفه. لو انت هتستخدمي ايديكي حاولي على قد ما تقدري ما تحطيش الزيت دلوقتي. ازاي يعني؟ مش فاهماكي. انزلي بالميه الاول تدريجيا حبه حبه لحد ما تلم معاكي العجينه، وبعد كده سيبيها ترتاح شويه، سيبيها لمده 5 دقايق. هترجعي تلاقي العجينه بدات اللي هي تنفش معاكي. هتروحي بقى منزله الزيت، ولو هي احتاجت معاكي اللي انت تحطي سوائل تاني هتحطي شويه ميه تدريجيا حبه حبه، وتعجنيها بقى على الرخامه او في طبق واسع شويه. وهنا مرحله العجن هتبقى سهله عليكي، وتعملي كميه كبيره من غير ما تتعبي ولا تحسي ان انت عملتي مجهود غير طبيعي. انا طبعا نزلت بالزيت واديته كده ضربه مع بعضه بقى كله مع بعضه، ونزلت بقى بالميه تدريجيا حبه حبه لحد ما بدات العجينه تلم معايا كده، بقت معايا تمام قوي. وطبعا الميه اللي انا مستخدماها دي ميه دافيه عشان تسهل عمليه العجن بسرعه، وكمان تسهل عمليه يعني تفعل كده الخميره معايا وتخمر اسرع. طبعا دي عجينه البيتزا، فعايزه اقولك العجينه ديت تقدري اللي انت بقى الحشوه اللي تحبيها حطيها عليها. مش شرط تحطي سجق زي ما انا حطيت او زي ما انا هحط، لا خالص. تقدري تحطي بقى تعمليها مارجريتا اللي هي بالجبن يعني، او تعمليها بالفراخ او باللحمه، بالسوسيس بالسجق، من غير اي حاجه، بالتونه، بالجمبري اللي انت تحبيه. بس العجينه اللي بقولك عليها دي حلوه قوي وخطيره في البيتزا. جربيها وادعيلي. بعد ما سبتها بقى خمرت شويه قسمتها على صينيتين. دي صينيه كبيره، اخدت 3/4 العجينه حطيتها في الصينيه دي. الصاج ده مقاسه 30 في 40، والربع الاخير بتاع العجينه هحطها في صينيه تانية مقاس 30، صينيه مدوره. هنا بحاول ان انا افردها. طبعا انا دهنه الصينيه بتاعتي دهنه حلوه من الزيت، ودهنه الجوانب كمان، يعني مش ارضيه الصينيه بس. هبدا بقى ان انا اخرمها بالشوكه. وطبعا دي ايد مكة. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. خرمت الكمية كلها زي ما انت شايفة كده، وهبدأ ان انا اجيب صلصة البيتزا. وطبعا صلصة البيتزا انا بعملها في البيت بتبقى خطيرة. انا هنا استخدمت سوسيس بدل السجق لان ما كانش في اليوم ده عندي سجق، بس انا حاولت على قد ما اقدر ان انا ادخل موضوع الوصفة في قلب المنيو بتاعنا النهارده. لكن انت تقدري تستخدمي سجق هتبقى خطيره. بعملها كتير جدا بالسجق بتبقى طعمها حلو قوي. كده خلاص بدأت اللي هي حطيت بقى كل الحشوات بتاعتها، كل الحاجات اللي انت تقدري تحطيها دخلتها الفرن. السوا بتاعها مظبوط، طعمها حلو جدا، خطيره. جربيها بالسجق بتبقى طعمها خطير. تعالي ندخل على الوصفه اللي بعد كده. والوصفه اللي بعد كده معلقتين زيت على النار، ونزلت بكميه السجق متقطعه. هشوح السجق شويه وانزل ببصلايه، قرن فلفل من الرومي، واقلبهم مع بعض كويس جدا. هنزل بحوالي 3 كوبايات من صلصه الطماطم المعلبه، يعني شفشق الخلاط كله، بس اهم حاجه انت مصفياه. نزلت بقى بملح وفلفل اسود وكمان شويه شطه حلوين، وحطيت معلقه كبيره من صلصه الطماطم المعلبه. نزلت بكيس من المكرونه، والمكرونه اللي انا مستخدماها دي مكرونه اللي هي المرمريه. وهنزل بقى بحوالي 2.5 كوبايات من شوربه اللحمه، او لو مفيش شوربه سخني ميه وحطي حطي ميه. وما تنسيش مكعب المرقه عشان تعلي التست لو انتي مستخدمه ميه. في الوقت دوت انا عملت مكرونه مبكبكه خطيره. جربيها وادعيلي. ما بتاخدش وقت خالص لكن النتيجه بتبقى خطيره. مكرونه مبكبكه بالسجق طعمها حكايه. تقدري تستبدلي المكرونه المرمريه بمكرونه هلاليه اللي هي الصغيره برضو. يعني ندخل على الوصفه اللي بعد كده. ومعايا نص كوبايه من الميه، او نقول كوبايه لان الكوبايه اللي انا حاطه فيها دي كبيره شويه. كوبايه من الميه، معلقتين سكر، معلقه خميره، وقلبتهم مع بعض وركنتهم على جنب. معايا كيلو دقيق، وهحط عليه بقى ايه، هقولك دلوقتي كل التفاصيل. انا هنا هعمل حواوشي اسكندراني بتفاصيل بسيطه جدا، لكن العجينه حكايه. هيشرب بقى من طعم السجق، وهيخلي السجق رايح في حتة تانية خالص. هتقولي يا بنتي يا هبة انا عمري ما اكلت حواوشي بالجمال والطعامة ديت. انا حطيت الكيلو دقيق، حطيت معاه رشة ملح بسيطة،
واديته تقليبه. وهنا هنزل بقى بالايه بالميه اللي محطوط عليها خميره وسكر، وهحط شويه ميه صغيرين في قلب الكوبايه، وابدا ان انا ازود ميه كده حبه حبه. خلاص العجينه بتاعتي يعتبر اتلمت. هنزل بربع كوبايه من الزيت. بص انا اسفه جدا، انا قلت لك من البدايه انا استخدمت كيلو دقيق، لكن انا استخدمت نص كيلو بس من الدقيق عليه كوبايه ميه. نص كيلو دقيق اخد معايا كوبايه ونص من الميه، طبعا على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. العجينه بتاعتي بعد ما حطيت ربع كوبايه الزيت بدات تلم معايا. انا عايزاها عجينه طريه لينه سهله التشكيل زي ما هتشوفيها دلوقتي كده. هبخ بخه من الزيت على العجينه وفي الطبق، واسيبها بقى تخمر شويه. تعالي نحضر مع بعض السجق. وطبعا انا عايزه اقول لكم معلومه حلوه قوي على السجق، حاولي على قد ما تقدري تجيبي السجق من حد موثوق منه، عشان ما ينزلش كميه دهون كتيره في قلب الزيت في قلب الطاسه، وبعد كده تلاقي كميه السجق كشت معاكي وبقت بدل ما هو صباع كده تلاقيه بقى حته صغيره. لان حصلت لي قبل كده مره، لكن من ساعتها وانا مثبته الجزار ما بقدرش استغنى عنه. فانتي حاولي على قد ما تقدري، وممكن تعمليه في البيت بكل سهوله يعني، يبقى نعمله مع بعض في يوم تاني. هنا حضرت بقى معايا بصلتين كبار او بصله كبيره وبصله صغيره شويه، 3 حبايات من الفلفل الرومي، حبايتين من الطماطم بس استخدمت واحده بس. وطبعا حبايه الطماطم اللي انا استخدمتها انا اخدت اللحم بتاعها، ما اخدتش القلب عشان مش عايزه سوائل في قلب الوصفه. هضرب البصل كويس جدا في قلب الكبه، وبشيله من الكبه وانزل بالفلفل، وهضرب برضو الفلفل في قلب الكبه. في الوقت دوت كنت ضربت الفلفل بالشكل دوت كده. تعالي نحضر بقى مع بعض السجق او الحشو. هنا انا شلت السجق من الكفر الخارجي بتاعه كله. هنزل بقى بالبصل، كتري في البصل مش هيبان معاكي ولا اي حاجه، لكن الكميه هتزيد وهتبقى خطيره. نزلت بالفلفل، وهنا تقدري تحطي فلفل حراق هيبقى الطعم حلو قوي. حطيت معلقتين كبار من هريسه الفلفل الاحمر، دي اختياري لو مش موجوده خلاص. وحطيت الطماطمايه اللي انا قطعتها قطع صغيره. هنزل بقى بملح وفلفل، وكمان شويه من ال7 بهارات او بهارات اللحمه. بس خلي بالك ان السجق متبل، فشويه التوابل اللي انت هتحطيها هتبقى كميتها قليله. احنا مجرد اللي احنا هنتبل البصل والفلفل. تمام كده تمام. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. وفي الوقت دوت العجينه خلاص كانت خمرت معايا. هبدا بقى ان انا اشكلها. هنا بقى في المرحله دي قدامك خيارين: لا تعملي رغيف حواوشي كبير كده محترم كل واحد ياخد واحد، لا تعملي ارغفه صغيره كده بتبقى خطيره طعمها حلو قد القرصايه كده، بتبقى حلوه قوي. فانت ليكي حريه الاختيار، حابه تقفي في المطبخ كتير اعملي ارغفه صغيره، حابه تنجزي يومك وتخلصي بسرعه اعملي رغيف كبير زي اللي انا عملته دوت. العجينه اتقسمت معايا ل6، 5 كبار وواحده صغيره. وطبعا بقى انا قسمت اللحمه بتاعتي بالتساوي. هبدأ احط كل قطعة واقفلها كويس جدا بالشكل دوت كده. دي الصغيرة هقفلها برضو بالطريقة ديت. هاخد اول واحدة وابدأ اللي انا افردها بالطريقة ديت. تقدري تعمليها رغيف كامل زي كده او تعمليها نص، في ناس كتير قوي بتعملها نص، بس انا بحبها تبقى رغيف كامل. هحط على وشها شوية زيت عشان تتفرد معايا بكل سهولة. هحطها في صينية مدهونة دهنة حلوة من الزيت، وطبعا تقدري تحطي على وشها بيض او تدخليها الفرن زي ما هي. انا هنا بقى هسوي نص الكمية في الفرن، وهوريكي برضو التسوية اللي هي على النار من فوق. نار هادية، بس الطاسة الاول تكون سخنة، وبعد كده تهدي النار. تنزلي بالعيش وتغطيه على الوش دوت 3 دقايق، وعلى الوش ده 3 دقايق، وهتلاقيه شكله في النهاية بقى بالجمال والحلاوة اللي انت شايفاها ديت كده. طعمه حلو جدا. اللي بيستوي على النار انا كهبة رأيي طعمه احلى من اللي بيستوي في الفرن. لو وصلتي بقى لحد هنا وشفتيني اكتبي لي في الكومنتات كلمة حلوة. بصي بقى الوصفة ديت برضو حلوة قوي، تتعمل بالسجق بتبقى خطيرة.
اي جلاش عندك متوفر، سواء بقى هو مقطع متهربت بقالها كتير مكسره مش عارفه تعملي بيها ايه، تقدري تعملي بيها ال الاكله دي، الفطيره دي يعني. او لو مش عندك جلاش متكسر كسريه انت. لو بقى الجلاش اللي عندك سليم تقدري تعملي برضو صينيه جلاش، بتبقى حلوه قوي برضو، بتبقى بحشوه لذيذه كده، بتبقى خطيره يعني. بس الحشو بقى بتبقى سجق، عبارة عن اللي انتي بتحطي بصلاية على النار تدبل، تنزلي بالطماطم، بعد كده تنزلي الاول تنزلي بالفلفل، وبعد كده تنزلي بالطماطم من غير توم، وبعد كده بتنزلي بالسجق اخر حاجة، وتحطي معلقة صغيرة من صلصة الطماطم المعلبة، يعني عايزة اقولك نص معلقة كمان، احنا مش عايزين فيها صوص خالص، احنا مجرد اللي احنا عايزين كله يبقى ميكس ببعضه، بس الطعم بيكون حلو قوي. شوية ملح وشوية فلفل اسود وبس كده خلاص. خلصت الكمية كلها، وكمان حطيت على من فوق الجلاش بقيت كمية الجلاش، وحطيت كده بقية السمنة اللي انا استخدمتها. معايا بقى هنا بيضاية، معايا كوباية من الزبادي، ملح وفلفل اسود، كوباية من الحليب، هقلب الكلام ده كله مع بعضه مع بقية السمنة اللي فاضت مني. لو انت عاملة الجلاش بتاعك طبقات هيتعمل بنفس الطريقة برضو، بس خلي بالك اللي الخطوة اللي هي بتاعة التسقية او التشريبة هتعمليها من البداية، لان بين كل طبقة والتانية هندهن دهنة بسيطة من التشريبة ديت، مش هنحطها فوق الوش بالشكل دوت في النهاية، اللي هيفيض بس هو اللي هنحطه فوق الوش. هنزل بقى بشوية كده من الجبنة الموتزاريلا وادخل الفطيرة بتاعتي دي الفرن. تقدري تعمليها في صينيه مدوره عشان تطلع شكل الفطيره والولاد يتبسطوا. ده كده شكل الجلاش، بتبقى حلوه قوي. انا عملت لكم افكار حلوه قوي للحمه المفرومه، ما تنسيش ترجعي للفيديو اللي قبل دوت عشان تتفرجي على افكار اللحمه المفرومه. عملت لك 17 اكله ووصفه من اللحمه المفرومه، حاجات جديده ومختلفه ومتنوعه تقدري تنفذيها على مدار الصيف وبأقل الامكانيات كمان. تعالي ندخل بقى على الوصفه اللي بعد كده. الوصفه ديت بقى هي اساس السجق، لان طبعا السجق ما بيتعملش غير بالوصفه ديت. هنزل كده بمعلقة كبيرة من الزيت، وبعد كده هستنى عليها تسخن شوية، وهنزل بكمية السجق هديله بقى تشويحة، وبعد كده هنزل بقى بالبصل. مقطعة هنا بصلتين كبار ومقطعهم على ايديا، مش بشراهم ولا اي حاجة. اول ما البصل يبدأ يدبل شوية هبدأ انزل بقى بالفلفل، وكتري بقى الفلفل زي ما انت عايزة، وبرضو كتري البصل زي ما انت عايزة. احنا هنعمل سندوتشات زي بتاعة العربيات، عارفه سندوتشات العربيات اللي هي وانتي ماشيه كده تشمي ريحه رهيبه؟ ايوه هي ديت. هنعملها، تتاكل بقى بالعيش، تتاكل بالفينو، انتي ومزاجك، شوفي انتي بتحبي ايه وكليه زي ما انتي عايزه. نزلت بالفلفل، هستنى لحد ما الفلفل يدبل معايا شويه واديله تقليبه في التانية بالشكل دوت كده. حابه تحطي توم حطي. طبعا انا محضره معايا حوالي كيلو الا ربع او نص كيلو من الطماطم، بس الطماطم اللي انا هستخدمها طماطم مبشوره، ولا مضروبه ولا متقطعه، انا بشراها في قلب المبشره اليدويه العاديه خالص، بس طبعا كنت مفرزاها في الفريزر. بحب لما الطماطم يبقى سعرها حلو ابدا اللي انا اوظف الطماطم على حسب استخدامي انا. ازاي يعني؟ مش فاهماكي، هشرح لك دلوقتي. حطيت معلقه من صلصه الطماطم المعلبه، بس معلقه كبيره كده محترمه، وطبعا احط شويه ميه صغيرين، وهغطيها بقى شويه لحد ما الطماطم تبدا تفك معايا. بعد بقى ما الطماطم تفك معايا ده شكلها، هنزل بقى بملح وشويه من الفلفل الاسود، واحط شويه جوز الطيب، هحط شويه من مثلا من بهارات اللحمه، اللي انت عايزاه حطيه، واللي انت مش عايزاه بلاش. هو يعني الوصفه حلاوتها في الملح والفلفل الاسود. بصي بقى الطماطم لما بيبقى سعرها رخيص ببدأ اللي انا اوظفها في مزاجي انا، اعمل شوية مثلا للمحشي واسبكهم بالبصل، اعمل شوية مبشورين واروح شايلاهم للشكشوكة، شايلاهم للسجق، اعمل شوية لصلصة المكرونة، اعمل شوية للطبيخ اللي انا هطبخه. بشيل طماطم زي ما هي بحالها كده للشوربة، سواء شوربة لحمة، شوربة عدس، شوربة كوارع، شوربة فراخ، وهكذا.
كده السجق اتسبك معايا بالشكل ده، وكنت عملت شوية سلطة طحينة كده صغيرين وطعمهم زي العسل. هسيبه لحد ما ياخد ايه تشميعة كمان على النار. هحضر بقى معايا عيش فينو وابدا اعمل سندوتشات بقى خطيرة. ولو عايزة طريقة الفينو ارجعي للفيديوهات اللي قبل ديت هتلاقيها موجودة. ندخل بقى على الوصفة ديت، ووصفة النهاردة سهلة قوي، يعني عارفة ده جوع اخر الليل بقى. كيس من المكرونة، اي نوع مكرونة انت تحبيه حتى لو سباكيتي. بعد ما المكرونة اتسلقت معايا هصفيها بالشكل ده، بس مش هشطفها، هسيبها زي ما هي. مكعب من الزبدة، معلقة كبيرة من الزيت، بصلاية، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. نزلت كده بقرن فلفل، وطبعا الفلفل انا كنت مفرزاه في الفريزر. هنزل بقى بشوية سوسيس، وطبعا نقدر نستبدلهم بالسجق، مفيش مشاكل خالص. طبعا احنا معتمدين في الوصفات بتاعتنا على السجق، بس ما كانش متوفر عندي سجق، ما اعمل لهمش اكل، لا نعمل لهم، وتقدري انت تستبدلي السوسيس بالسجق. حطيت بقى ملح وفلفل اسود وشويه من البابريكا، وسبتها بقى لحد ما بدات اللي هي تستوي معايا. هنا معايا مكعبين كبار من الزبده ومكعب مرقه، وهحط 3 معالق من الدقيق. هعمل بشاميل، بس مش عايزه بشاميل كتير، انا عايزه كميه صغيره. اول ما الدقيق يبدا يتحمر معايا كده شويه، هنزل بمقدار اللبن. عندي هنا جبنه، اللي هي جبنه اللهم صل على النبي، جبنه كيري، انا اللي عاملاها في البيت، فبستخدمها في البشاميل، بتبقى حلوه قوي بصراحه. حطيت منها 3 مكعبات، وحطيت كده قطعه صغيره من الجبنه الرومي المبشوره. طبعا كل ده هيسيح معايا دلوقتي. في نفس الطاسه اللي عملت فيها السوسيس او السجق يعني، شلته حطيته في طبق تاني، واخدت معلقتين صلصه وقلبتهم في نفس الزيت او السمنه اللي نزلت من السجق، وبعد كده حطيتهم على البشاميل، وقلبت بقى البشاميل مع المكرونه بالطريقه ديت. في المرحله دي تقدري اللي انت تحطي طبق المكرونه في اطباق، وتحطي عليها بقى السجق وتاكليها كده، تبقى طعمها حلو قوي. لكن انا هجود وهدخلها الفرن، بس نصيحه مني ما تدخلهاش الفرن، هي مش محتاجه والله، لان كل حاجه مستويه. بس انا قلت اعمل لها شكل كده في النهايه يعني. حطيت شويه سجق، لا اسفه، شويه زيتون، وحطيت على وشها شويه جبنه، ودخلتها الفرن. الله على الجمال. تقدري تعملي كل واحد طاجن لوحده، او تعملي بقى كله في صينيه واحده زي ما انا عملت، او ما تعمليش خطوه الفرن دي خالص. مجرد اللي انت تقلبي المكرونه على النار وتحطي عليها السجق، بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. خلاص كده صينيه المكرونه. تعالي بقى نعمل ورقه السجق. ورقه السجق من الاكلات اللي بتبقى خطيره وطعمها حلو قوي، جربيها وادعيلي. واكمريها بقى كده بالورق الزبده، معلقه كبيره من السمنه. معايا بقى نص كيلو من السجق، بس مقطعاه تقطيع نص، يعني الواحده مقطعاه على نصين بس كده، مش مقطعاه صغير. تقدري تسيبيه بحاله لو انت حابه. هشوحه، بعد ما اشوحه هرفعه من الطاسه. معايا شويه الدهون اللي نزلت مع الاضافه لمعلقه السمنه كتيره قوي، فشلت منها شويه. نزلت كده بحوالي 4 حبايات من البطاطس متقطعين مكعبات وسط، مش صغيره ولا كبيره قوي. ونزلت هنا ببصلتين متوسطين، بس البصل انا مقطعاه جوليان كبير يعني. هقلب بقى كله مع بعضه بالشكل ده. معايا معلقه كبيره من الثوم المفروم. اول ما تشمي بقى ريحه الثوم وجماله، انزلي بقى بقرن فلفل رومي، وبرده تقطيع كبير مش تقطيع صغير. هنزل بالطماطم، وبرده بقى تقطيع كبير، انا مقطعاها هنا، الطماطم دي متقطعه. هنزل بقى بمعلقتين كبار من صلصه الطماطم المعلبه، وهحط عليهم شويه ميه وادوبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده بقى، بعد ما بدأ اللي هي تدوب معايا، هنزل بقى بشويه ميه كده، ولو متوفر شوربه مش هتقولك لا. هننزل بالملح والفلفل الاسود واي بهار انت حباه بقى. هسيب الكلام ده كله مع بعضه كده، وفي المرحله دي هنزل بقى بكميه السجق كلها. هغطيها واسيبها كده تاخد غلوتين 3. في الوقت دوت احضر معايا الصينيه اللي هتدخل الفرن. هحط في قلبيها ورقه فويل،
واحده بالطول واحده بالعرض عشان عايزه اكمرها جامد. وبعد كده هحط ورقه زبده وانزل بقى بالسجق والبطاطس بالطريقه ديت كده. هغطيها بالورقه الزبده وبعد كده هقفلها كويس جدا بالورق الفويل. تقدري تعمليها في طاجن فخار بتبقى خطيره برضو. هدخلها بقى الفرن لمده 10 دقايق، النار شغاله من تحت، ويكون الفرن قبليها بشويه يكون سخن. وده شكلها بقى بعد ما خرجت من الفرن. الله على الجمال. تقدري تعمليها بربع كيلو بس من السجق. بطاطس دايبه دوب، طعمها حلو قوي. تقدري تقطعي البطاطس حلقات لو انت حابه، بس انا اتعمدت اقطعها كده عشان تبقى نفس شكل السجق او نفس حجم السجق يعني. شويه رز بالشعريه بقى، ومش محتاجه بقى ولا مخلل ولا اي حاجه خالص. تعالي ندخل بقى على الوصفه اللي بعد كده. هنعمل كريب بس بالسجق. الكريب بتاعنا النهارده خطير قوي. حطيت في قلب الخلاط 3 كوبايات من الميه، وهحط 3 كوبايات من الدقيق. لكل كوبايه ميه عليها كوبايه واحده من الدقيق. وهضرب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا، وهبص عليه كده في قلب الخلاط. ده القوام اللي انا محتاجاه. هنزل بقى ببضايه. انا هنا الاول كنت حطيت 2.5 من الدقيق، وهنا حطيت بقيه النص كوبايه، فعشان كده بقولك 3 كوبايات من الدقيق. حطيت ملح وفلفل اسود وبيضايه بس كده، ما حطيتش اي حاجه تاني. واديته ضربه كمان في قلب الخلاط. وهنا هحضر معايا صينيه، والصينيه اللي انا مستخدماها مقاس 32. نزلت بنقطه زيت واحده بس ومسحت بيها الصينيه كلها. تمام. هنزل بقى بمقدار الكريب بتاعي. حاولي على قد ما تقدري اللي انت تعملي له مقدار. عايرته، والواحده اخدت معايا كوبايه الا ربع من السائل بتاع الكريب. بتسيبيها على النار، والنار متوسطه مش نار عاليه. اول ما بتبدا اللي هي تستوي بتلاقي كل العجين اختفى. هنقلبها على الناحيه التانية بالشكل دوت كده. طبعا الكريب ده بيتعمل بيبقى طعمه حلو قوي، وطبعا الولاد ما بيختلفوش عليه. اول ما يسمعوا كريب يعني خلاص موافقين على طول. هنزل كده بالكميه. ببدا اللي انا اوزعها في قلب الصينيه. اختاري اكبر صينيه موجوده عندك علشان خاطر تشتغلي بيها. دي الكميه كلها اللي طلعت. هما طلعوا معايا 3 كوبايات دقيق، عملوا معايا 5 وحدات من الكريب. الكريب هنا انا مستخدمه حجمه كبير شويه. طيب الحشوه بتاعه السجق حشوه عاديه خالص بس من غير صلصه. يعني شوحت شويه السجق، نزلت ببصلايه، نزلت بقرن فلفل، نزلت كمان بطماطم متقطعه. بس حاولت على قد ما اقدر اللي انا ما اقطعهاش كبيره قوي ولا صغيره قوي. بس كده انا عامله نص الكميه بالفراخ ونص الكميه بالسجق. تعالي نعمل مع بعض بقى الوصفه دي، لان الوصفه دي حلوه قوي وهتعجبك. دي وصفه بقى المستعجلين المتاخرين. لو وراكي مثلا تمرينه وملحقتيش تعملي اكل الولاد، فالاكله دي حلوه قوي. تنفع كمان في المصايف، بتبقى سهله قوي وبسيطه، والعيال هيحبوها. انا هنا بصراحه حبيت ان انا اديك الفكره، لكن انا هشتغل بالجبنه. انت حابه تشتغلي بالجبنه زي مفيش مشاكل. حابه تدخلي لهم سجق، الله على الجمال، هتبقى خطيره. انا ساعات كتير بعملها بالسجق، بس انا حاولت النهارده اللي انا اديك الفكره. معايا لفه جلاش، اخدت ورقه، ومعايا معلقتين سمنه مسيحاهم في الميكرويف. حاولت ان انا انطر السمنه بالشكل اللي انت شفتيه، وبعد كده حطيت ورقه كمان ونطرت عليها شويه سمنه. هنزل بشويه جبنه موتزاريلا، بس الجبنه الموتزاريلا بتاعتي كانت ماسكه شويه كانتش سايحه. في المرحله دي هتنزلي بشويه السجق المتشوح على النار، مفهوش اي دقوق، مفهوش اي طماطم خالص. سجق متشوح بس. فاهمه قصدي؟ لو انت حابه تضيفي له فلفل ماشي، بس خلي الفلفل يبقى ني احلى، ما تحطوش على النار. وبعد كده تحطي بقى جبنه، تحطي شويه زيتون وتقفليها بالطريقه ديت كده. هنقفلها زي الظرف. تقدري لو مش عاجبك التقفيل ده تعمليها رول زي الشاورما بالظبط، برضه هتطلع معاكي حلوه. كل ورقتين جلاش هيعملوا معايا واحده بس.
وبتتسوى على النار من فوق. لو انت حابه تدخليها الفرن مفيش مشاكل، بس بتستوي على النار، ما بتاخدش دقايق وبتلاقيها استوت معايا. على النار معلقه سمنه، تقدري تحطي معلقتين زيت، ومعايا طاسه، حتى لو طاسه مش جرانيت عادي مش هتلزق معاكي، ما تخافيش طول ما انت دهناها دهنه كويسه. هنزل بقى بالناحيه المقفوله اللي انا قافله عليها. هستنى لحد بس ما الطاسه تسخن معايا شويه، وبعد كده هنزل بيها بالشكل دوت كده. دقيقتين على الناحيه دي ودقيقتين على الناحيه التانية، وهتلاقيها بقت معاكي تمام. هي كل حاجه مستويه، حتى كمان لو انت هتحطي سجق هو مستوي، هو مجرد بس ما ياخد لون من بره، والجلاش ياخد لون كده ويستوي معاكي، والجبنه من جوه تسيح. ده شكلها بقى. طبعا بعد ما خلصت هنعمل واحده تانية مع بعض. طبعا دي تنفع في جوع اخر الليل. حلوه قوي، بسيطه كده، وممكن الولاد كمان يعملوها لوحديهم، وتنفع زي ما قلتلك بقى في الرحلات في المصيف، بتبقى حلوة قوي. تقدري كمان ما تسويهاش على النار، ولو عندك توستر بالكهرباء تقدري تسويها عليه، بتبقى خطيرة. وزي برضو ما قلتلك بلاش تعمليها شكل مربع، وتعمليها كمان شكل سندوتش الشاورما، بيبقى طعمها حلو برضو، شكلها في النهاية حلو قوي. جبنة بتشد خطيرة، طعمها حلو قوي. تقدري تعملي حلو حادق بالجلاش. بحبكم جدا، ما تنسيش تحطي اللايك، تحفظي الفيديو عندك عشان متأكدة انك هتحتاجيه. لو وصلتي معايا لحد هنا حطي اللايك بتاعك، وصلي على الرسول في الكومنتات اعرف اللي انت وصلتي للاخر. قوليلي في الكومنتات انا وصلت يا هبه للاخر. شكرا جدا ليكم، شكرا لكل الكلام الجميل اللي انتوا بتكتبوهولي، شكرا لدعواتكم الحلوه. كل حد كتب لي كومنت حلو ان شاء الله باذن الله يكون من نصيبي ومن نصيبكم، امين يا رب العالمين. بحبكم جدا، والسلام عليكم.